شايفين الاخوه المعارضين اللي هم انسحبوا من الميدان او من امام مسجد الاستقامه الان. اللي هم معارضين الاسلاميه انسحبوا من امام مسجد الاستقامه. انسحبوا من امام مسجد الاستقامه واتجهوا الى بعض الاماكن الامام المسجد. واحنا طبعا الجانب الاخر اللي يؤيد الدستور اللي يؤيد الرئيس محمد مرسي من مسجد الاستقامه. من اخر الجانب الاخر عدد كبير جدا من المؤيدين. شايفين الجانب الاخر ساكت او عدده قليل جدا واضطر ينسحب من امام مسجد الاستقامه لكثره العدد المؤيد للرئيس. الرئيس الشعب يؤيد قرار الرئيس. الشعب يؤيد قرار الرئيس. الشعب العدد الكبير اللي اتحرك. الشعب يؤيد قرار الرئيس. 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 الشعب يؤيد قرار الرئيس.
المسيرة اللي اعلنوا عنها من امام مسجد الاستقامة انتهت ولم توجد لها اي اثر وانسحبوا. وهذه الاحزاب التي تدس فيها الحزب الوطني، هذه المظاهرات اللي بالتحرير تدس اعضاء الحزب الوطني في احزابها. وتحولت المسيرة إلى تأييد الرئيس بعد أن كانت مفروض أن تعارض الرئيس. قرار الرئيس الشعب يؤيد، 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 تطهير الإعلام الشعب يريد، تطهير الإعلام الشعب يريد، تطهير الإعلام الشعب يريد، تطهير الإعلام. اللي جاي يستفزوا الناس انا قلت ان هم اتسحبوا لان مش على حق. احنا بكره ايه اللي جابوا هم النهارده؟ هم طالعين النهارده، هم اعلنوا النهارده، اعلنوا بطعم قدام مسجد الاستقامه اخر النهار. ايوه ماشي. لا هم اعلنوا من امام مسجد الاستقامه امتى؟ الساعه كام؟ هم اعلنوا كده. مايكل منير اعداء مرسي عبدين صباحي عبدين صباحي عبدين صباحي امين امريكان امين امريكان عمرو موسى
يا جماعه. يا عم مالناش دعوه بيهم، دول باين انهم بس. انت حضرتك شايف ايه بعد هم ما انسحبوا؟ يعني هم كانوا دلوقتي المفروض ان هم يطلعوا من هنا مسيره بتاعتهم. هم بيقولوا عايزين يطلعوا مسيره يطلعوا. هم بيقولوا كل مره من المسيره بتاعتنا خارجه من مسجد الاستقامه. تمام. مسجد الاستقامه لا يؤيد مسجد الاستقامه راي واضح. مسجد الاستقامه مع الشرعيه. تمام. الشرعيه الانتخابيه، الشرعيه الثوريه. تمام. مع الرئيس المنتخب. هو ده مسجد الاستقامه. اللي عايز يقول انا خارج اعبر رايي يعبر، بس ما يلصقش هذا الامر بمسجد الاستقامه. مسجد الاستقامه مع شرع الله، مسجد الاستقامه مع الحق، مسجد الاستقامه مع قناه الثوريه للرئيس المنتخب الذي ينادي بمصلحه البلاد ويريد الاستقرار. عمليه جراحيه بسيطه يقوم بها الرئيس لاستقرار البلد. في مده محدوده وتستقر كل الامور بعد يوم واخر. هؤلاء لا يريدون الاستقرار ابدا. هؤلاء يريدونها كما تعلمون وكما تعرفون في ميدان التحرير ما حدث من انتهاكات واغتصابات وتجريح واعتراضات واشياء لا ترضي الشعب، لا ترضي الله عز وجل. لكن هنا مسجد الاستقامه، من يقول انا اخذ من مسجد الاستقامه يجب ان يكون فعلا يمثل مسجد الاستقامه. نحن من نمثل مسجد الاستقامه، لذلك قمنا بذلك. طب العدد حضرتك اللي انت شفته ان هم كانوا بيقولوا هم كانوا افراد يعني ما كملوش 20 30 واحد كانوا موجودين، ورغم ذلك انسحبوا. يعني المفروض ان هم لو بيدعوا على حق انهم يكونوا كثره، يعني ما يكونوش قليلين، لانهم بيقولوا احنا بنحشد كتير جدا واللي ضد الرئيس كتير جدا. وانا رايت بنفسي ان في ميدان التحرير منهم انا اعرفهم شخصيا هم من احزاب من الحزب الوطني القديم، واندسوا في الاحزاب الاخرى ليظهروا انهم كثره، يعني هم كتار جدا. طب هل يعني زي ما قال حمدين صباحي احنا بنقول احنا اي حد ينضم لينا مفيش مشكله، بس ما يكونش عليه قضاء او سفك دماء من الحزب الوطني. معنى ذلك اي حد من الحزب الوطني ما كانش قتل، لان الحزب ما فيش حد اثبت لحد الان ان حد قتل ثوري. يعني مفيش واحد اتحكم عليه لحد الان انه قتل ثوري. ثانيا احنا بنتكلم على حاجه ان هم دلوقتي احنا كنا بنقول اقاله النائب العام وإعادة المحاكمات وكل دوت، اشمعنى لما يجينا يتنفذ بقي لا؟ ليه؟ نسأل حضرتك السؤال دوت. هو احنا باختصار شديد احنا ما بنمنعش حد ان هو يعبر رايه. تمام. ولكن لما حد يحط ايده في يد حد مشبوه، حد عليه ما عليه والجميع يعرف، حد يكون له تسجيلات، تصريحات، فيديو، صوت، صورة، مظاهرات، مواقف، ثم يغيرها كلها بمجرد ان اعلن الرئيس غيرها، يبقى هو انسان له مآرب اخرى. وما قمنا به اليوم لا نريد به ان نمنع الراي الاخر، ولكن من يقول ان مسجد الاستقامه هو الذي يخرج يقول ذلك هو الذي نعترض عليه، والله اعلى اعلم. جزاك الله خير. شكرا جدا. كاميرا الجماهير من امام ان شاء الله اليوتيوب قناه الجماهير لايف. الجماهير لايف. الجماهير لايف. عشان بس نعمل لها دول. لا الجماهير